السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله بفضل الله هنعمل حاجه كلنا بنحبها. الشتاء جاي والمدارس جت والولاد عايزين حاجه تديهم باور وحاجه حلوه كده ايه تحلوا بقهم، ربنا يحلي ايامكم. وحاجه مغذيه. مش هنلاقي احلى من الرز بلبن. هنعمل رز بلبن بطريقه المحلات، جربوه بالطريقه دي وهتدمنوه، هتعملوه على طول وهيعجب ولادكم. ما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويدوس على زر الجرس عشان يجيله كل جديد، واللايك الجميل وتعليقاتكم الجميله. وقبل ما هنبتدي هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. المقادير بتاعتنا ان شاء الله تكون موجوده في كل بيت وسهله وبسيطه. هنجيب حوالي مج زي ده بالظبط نملاه رز. تمام. وهنغسله كويس وننقعه حوالي نص ساعه. ان انا الرز دوت مليت المج دوت وحطيته وغسلته كويس وحطيته نص ساعه اتنقع. اهي الميه بتاعته زي الفل اهي. تمام. وهجيب معلقتين قشطه وفانيليا وحوالي كوبايه سكر ومعلقتين نشا وكيلو لبن حليب من اللبان او لبن بتاع السوبر ماركت بتاع العلب اللي عندك موجود. تمام. آه اول حاجه هنعملها هنجيب الحله بتاعتنا، والرز بتاعنا ده مغسول ومحطوط عليه حوالي كوبايتين ميه. اول حاجه هنسلق الرز، بس مش هنسلق الرز بقى بطريقتنا، هنسلقها بطريقه المحلات. اللي بيخلي طعم الرز بتاع المحلات ليه طعم تاني. وفي نفس الوقت بيبقى ما بيحطوش كميه اللبن اللي احنا متخيلينها. يعني الكميه دي احنا بنحط عليها كوبايه كيلو لبن. تمام. بس بدعمها لما ادعمها بقى بالحاجه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي هيخليه اكنك حاطه كيلو ونص لبن. القشطه بتاعت وش اللبن اللي احنا بنشيلها في الفريزر اهي. اهي بتيجي بنحتاجها معلقتين كبار ولا 3 كده هتحطيهم. هتسوي فيهم الرز، يعني بعد مجرد ما هيغلي هتحطي بعد كده القشطه، وبعدين توطي النار وتسيب الرز يستوي في القشطه. انك تسوية الرز في القشطة هيخلي اكنك ضايفة نص كيلو لبن زيادة، بيديها طعم تاني خالص ويعلي التست بتاعه زي المحلات بالظبط. دي طريقة المحلات. وهنسيبه بقى يغلي ونروح موطين عليه النار وهنغطيه ونسيبه لحد ما يستوي. بياخد حوالي من 5 ل7 دقايق كده، ما بيغيبش، لان انا نقعاه بردك شوية. بردك ده بيساعد النص ساعة ساعة، ربنا يقدرك عليه. تمام. غطيه بقى وسيبيه يستوي. اهو غلي، انا مستنيه ان هو يغلي بس. مجرد ان هو يغلي اهو شايفين الغليان بتاعه يغلي كويس، واروح مغطياه وموطيه النار اهي شمعه عشان ما يتحرقش الحله من تحت. ومره يعني مرتين ولا حاجه كده بقلبه عشان ما يلزقش. كده الرز بتاعي استوى، بس اثناء وهو بيستوي اقلبه مرتين وحاجه عشان ما يلزقش. بس انا كده كده اوريدي موطيه النار شمعه. وهجيب كده كيلو اللبن الحليب اللي جايباه او اي لبن عندك، واحطه بقى احط بقى كل كميه اللبن. اسيب بس حوالي نص كوبايه ولا كوبايه الا ربع ادوب فيهم النشا اهو. احط اللبن كله في الازازه. ده لبن حليب انا غالياه بالقشطه بتاعته كله، يعني مشيلتش منه القشطه التانية دي كانت عندي في التلاجة في الفريزر اللي انا حطيتها. ولو ما عندكيش قشطه هجيبي علبه من السوبر ماركت. هقول لكم على فكره تانية برضك، لو ما عندكيش قشطه خالص ممكن تحطي معلقه زبده. كل الحاجات دي بتدعمه، بس القشطه دي بقى بتخليها كأنك ضايفه لبن زياده. خليت بقى شويه لبن في الازازه كده عشان ادوب فيهم النشا. اسيب بقى الرز بتاعي اهو. دوبت النشا، المعلقتين النشا اللي انا كنت حطاهم في المقادير اهو في اللي فيهم شويه اللبن اللي انا كنت شلتهم اهو. دوبهم كويس. وهجيب بقى مصفى اصفي النشا بتاعتي عشان لو فيها اي كلاكيع ولا تكتلات ما تنزليش تكلكعلي في الرز بلبن بتاعي. انا عايزاه كريمي وانسيابي كده زي بتاع المحلات بالظبط. تاكليه، او ما شاء الله انت هتعملي الكميه دي لاولادك هيديلك ضعف الكميه اللي هتشتريها من بره، يمكن اكتر. ما شاء الله اللهم بارك. وبعد كده هتحطي حوالي معلقه فانيليا. ما عندكيش فانيليا سايله هتجيبي باكت فانيليا بودر او باكتين يعني حسب اللي عندك. وهنا انا حطيت معلقه ونص اهو. وقلبه الفانيليا برضك بتديها ريحه حلوه بتدي الرز بلبن اهو. واسيبه بقى هو بيبتدي يغلي، واجيب كوبايه السكر نحطها. دي بتخلي الرز بلبن بتاعي مظبوط، طعمه مظبوط. اي حد ياكله بيحب السكر هيبقى يلاقيه مظبوط. لكن عايزه تقللي اعملي كوبايه الا ربع، انت ما بتحبيش السكر او السكر هيضرك. عايزه تزودي السكر عن كده زودي ربع كوبايه نص كوبايه. تدوقيه بقى وتظبطيه على حسب انت بتحبي السكر بتاعك او ولادك بيحبوه ازاي.
تمام. لكن الكوبايه ما شاء الله بتخليه مظبوط بالشعره اهو. فاضل لي هنا كده بقى ايه، حطيت الحاجات بتاعتي كلها، وهسيبه بقى ايه يغلي، لان اي حاجه فيها البان اتفقنا انها ايه تغلي كويس، عشان قعدت عندي في التلاجة اسبوع ولا حاجه ما تبص. لو كان نابل هنا وشاء الف هنا والشيف على صحتكم ولكم، غرفتوه كلتوه على طول خلاص الموضوع انتهى. لكن حطيتيه في التلاجة فضل تغطيه بحاجه بستريتش ولا حاجه، عشان ايه ما ينشفش منك لو قعد اسبوع ولا حاجه. كده غلي الرز بلبن بتاعي تمام كده، وطفيت النار كده جاهز على ان انا اغرفه في الاطباق او في السلطه. عندك بقى بولات، اطباق، كاسات، اللي انت عايزه تصبيه فيه صبيه اهو. ما شاء الله اهو كميه حلوه، الف هنا وشفا. لو عيالك بقى ما بيحبوش يتعشوا، ممكن ياكلوا طبق طبقين من ده ما شاء الله، وهم بيذاكروا كده هيبقوا مبسوطين، وتبقى كده ايه جبرت وتعشوا ما شاء الله. فيها كل العناصر الغذائيه، اللبن بروتين، فيها نشا وسكر، نشويات وسكريات، في كل حاجه يعني. طب هنحط بقى لو عندنا شويه مكسرات كمان، يبقى هو ما شاء الله جبرت ومش محتاج اي حاجه ما شاء الله اللهم بارك اهو. شويه جوز هند عندك في التلاجة، اي مكسرات سوداني مجروش، كل الحاجات دي بترفع الطبق بتاعك قيمته الغذائيه، وبتخلي ولادك يعني لو هم مش حابين يتعشوا ولا حاجه او هيحلوا بيه، انت زودتي لهم حاجات تفيدهم، وفي نفس الوقت ايه تديهم طاقه وباور هم بيذاكروا. تمام اهو. او دي بقى قرفه، الناس اللي بتحب ايه الكورتيزون الطبيعي بقى، اللي بتحب القرفه عشان تاكله، تاكل طبق الرز اللبن بناب السعرات بتاعته، القرفه هتقوم بالواجب، وايه يبقى ايه استفدنا من ناحيتين. وادي شويه زبيب عندك، اي حاجه موجوده عندك مش هتقول لا، وهترفع قيمته الغذائيه. يعني تعرفين الولاد بيحبوا الحاجات دي، وبيحبوا التزيين، وبيحبوا المكسرات والحاجات دي، فبتشجعهم ان هم ياكلوا ايه الطبق الرز بلبن، وبيبقوا مبسوطين بيه. الرش عليها باللبن، رز بلبن، دي حاجات الشتوية اللي كلنا ايه بنحبها ونعملها في الشتاء. اي مكسرات، مفيش مكسرات مفيش، مش مشكلة، هو مش محتاج حاجة ما شاء الله اللهم بارك. تمام اهو. حطينا زيناه بأي طريقة نزينه بيها أو كده، إنهم حاجة إيه تخلي ولادنا يفرحوا بيها وياكلوها بألف هنا وشفا، على صحتكم وعلى ولادكم. بس يا حبايبي وتاكلوه بألف هنا وشفا. وما شاء الله اللهم بارك، يعني هيطلع زي بتاع المحلات يا حبايبي، والله جربوه بالطريقة دي وهيعجبكم قوي، وهتعملوه تاني، وولادكم هيطلبوه منكم انكم تعملوه تاني ما شاء الله. والكميه بتطلع كويسه اهو، طعمه ما شاء الله كريمي، وسكره مظبوط بالشعره. يعني كميه السكر اللي انا حاطاه دي، ما تنسوش بقى يا حبايبي اللايك الجميل، وتشيروه لحبايبكم واصحابكم.